تعرفي أنا عملت الخلطة دي بالطريقة دي هتعجبك جدًا لمّا تحطيها على صينية السردين هتاخدها في حتة تانية خالص. تعالي أمّا أقول لِك هتعملي إيه. هاجيب بولة وهانزل فيها بخل وزيت تكون ريحته كويسة، وهاكون معايا كمان فلفل أخضر وأحمر مفرومين، ممكن تستبدليهم بهريسة شطة. طماطماية بقى كده حلوة تكون مبشورة، تاخدي القلب بس، وهاحط عليهم توم وعصير ليمون وملح وشوية بابريكا وكمان شوية حلوين كده من الكمون. انتوا عارفين الأسماك بتحب الكمون. بعد كده هاجيب الصينية بقى اللي أنا هاعمل فيها وأكون محضرة شوية شرايح فلفل وطماطم، هرصهم كده وأحط من التتبيلة. هارُص عليهم بقى السردين المغسول كويس كده وكان معصور عليه ليمون، ويا ريت ما تنقعيهوش عشان ما ينهريش معاكِ. هاحط كمان شوية من التتبيلة، وعلى الوش بقى أحط شرايح الطماطم اللي فاضلة مع شرايح الفلفل. لمّا تخش الفرن هتحمر كده ويبقى طعمها جميل جدًا. معايا فاضل بقى بقية التتبيلة هاحطها كلها، وهي لمّا تنزّل الصوص بتاعها كده الخضار والسردين يعني، السردين بتاعِك هيتّبل كويس وهيبقى طعمه حلو. تقدري بقى تسويها على عين البوتاجاز، وممكن تدخّليها الفرن، ممكن تعمليها على عين البوتاجاز زي ما أنا عاملة كده، وبعدين تدخّليها الفرن تاخد لون، ما تنشفيهاش أوي علشان الصوص اللي تحتها ده طعمه حلو جدًا. وشرايح الليمون كمان مهمة وما تخافيش برضه مش بتمرّر. لو عجبتِك الوصفة ما تنسيش لايك وكومنت وشير كتير.